اهلا البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم جيت نشارك معكم كيفاش غادي نخيط واحد البوركيني ليلي، وغادي نشاركو معكم ان شاء الله يا ربي. وحتى ملي غادي نخيط الدبنوته ديالي حتى هو غادي نشاركو معكم. المهم غادي نبدا بانني نطوي الثوب ديالي. هاد القطعه عندي فيها عندي الثوب شري 2 متر ونص. انا غادي ناخذ 2 متر اللي غادي نفصل بها يعني الامام والخلف، لحقاش انا غادي نعمل هاد البوركيني هذا يكون واسع شويه، يعني ما غاديش يكون مجموع، هذا خصيصا للمحجبات. غادي ندوزو نتنيو الثوب ديالنا هكذا على 4 كما كتشوفوا بنات. جيت بالعصير ديالي لحقاش الحراره الله يلطف بينا. قلت ضروري من هذا المخيطو عاد نبدا معكم الفصاله ونحطو حدايا باش نبقى نبرد به. المهم بنات غادي ندوز باش انني تنيت هنا الثوب على 4. طبعا الحاشيه من الفوق هي اللي عندي الفوق، وهنا انا غنفصل على الظهر. غادي نحتاج الباترون الاساسي ديالي اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، دوزوا تشوفوه كيفاش كنخدموا الباترون الاساسي. هنا غادي نقلب الثوب غير باش يجيني على زعما الخدمه تجيني على يدي. غادي نرد ديك الجهه اللي مسدوده عندي، وغادي نجيب الباترون اللي غادي يكون بالعبارات ديالي وغادي نحطوه بهذه الطريقه. يمكن لكم ترجعوا ترسموا الباترون ديالكم على الثوب مباشره. المهم انا ديجا عندي الباترون هنايا، قلت غادي نوريكم عليه. المهم حطيت الباترون هنا، وهنا غنعملو انا واسع على الاكس ال. المهم هذه بالنسبه للاكس ال اللي بغاوه واسع. شوفوا معايا غادي نعمل هنايا غادي نطراسي داك الباترون ديالي كامل بهذا الشكل هذا عادي، ما كاين حتى شي حاجه. دابا غادي نجي نطول ديك الخط ديال الكتف ديالي، غادي نزيد نطولو على حسب تطيح الكتف اللي بغيت. اوكي، دابا غادي نجي على ديك التطيح ديال الكتف اللي عملت، وغادي نشوف شحال بغيت نعمل كتطيح ديال الكتف. يمكن لك تعمل 10، يمكن لك تعمل 20، يمكن لك تعمل 16. انا حاولت نعمل 16، يعني العبر اللي غادي يخلي ان البوركيني ديالي يجيني وسيسع. عملت 16 كانوا زول ديال الكتف، وغادي نجي على هذا الخط حتى هو غادي نهود به يكون مستقيم هكذا. غادي نهود على هذا الخط، هذا العبر هذا الخط هذا شنو هو هذا التركيز اللي عندنا. غادي نجيب الباترون ديالي وغادي نشرح لكم عليه. غادي نجي من هنا من بلاصه فين طحت بالكتف حتى نديك الخط اللي عندي ديال الصدر، من هنا لهنا. غادي نعبر شحال عندي في العلو ديالو هكذا ياك، وديك العبار هذاك هو اللي غادي نحطو على هذا الخط. لكن ملي كيكون عندي هكذا خبونيسه ولا الكتف طايح كنزيدو 2 3. انا زدت 5 سنتيم باش يجيني الوسوع ديالي في الذراع. هنا دخلت ب 2 سنتيم وغادي نهود ب 2 سنتيم. هذه طريقه رجعت معروفه بالنسبه للخبونيسه. هنا ديك 2 سنتيم وهوت ب 2 سنتيم غادي نعمل واحد التقويصه بين ديك 2 د النقط اللي عملت بهذا الشكل. صافي. هنا البنات الا بغيتوا انكم تتبعوا على يعني تتبعوا على الباترون ديالكم غادي تهودوا عادي بهذا الشكل. بغيتوا تجيو يجيكم واسع شويه من الخصر وتجيو من الحوض او بنفس الطريقه اللي وريتكم. دابا انا لا، انا غادي نهود به نيشان هكذا، ولكن منين غادي نمشي للوسع لحقاش الثوب انا تنيتو على 4 عطاني 50 سنتيم. هنا غادي نحدد بعدا الطول اللي بغيت وغادي نزيد نشرح لكم. مثلا انا عملت فيه هذا الفوقاني ديال البوركيني عملت فيه 120 متر. يمكن لك تعمل حتى اكثر ويمكن لك تعمل اقل بالنسبه اللي بغات يجيها قصير. هذا كيبقى على حسب كل وحده والاختيار ديالها. غادي نحدد الطول ديالي هنا ونكمل لكم الشرح من بعد. هنا عملت هنايا الطول اللي بغيت. هنا عندي في العرض ديال هذا القماش مني تنيتو على 4 بما انه 2 متر عطاني 50 سنتيم في الربع، وانا 50 سنتيم في الربع كتجيني مناسبه لهذا الموديل اللي عملت واللي غادي تشوفوا الشكل ديالو في نهايه الفيديو ان شاء الله. وطبعا غادي تشوفوه حتى في الانستغرام البنات اللي متبعني في الانستغرام. دابا غادي نرجع فين كنا كنشرحوا. دابا انا كما قلت لكم غادي نجيب الوسع، غادي نهود من ديك الخط هذا من هذه النقطه، غادي نهود نيشان من ديك 50 سنتيم اللي عندي في الاسفل ديال هاد البوركيني، يعني في الجلايل. واضح؟ في الجلايل عندي 50 سنتيم غادي نهود ليها نيشان. دابا غادي نعمل تهديب الجوانب لحقاش عندي الوسع بزاف لتحت اللي هو 50 سنتيم في الربع. غادي نهود ونعبر. انا قلت عندي 120 متر، غادي نمشي بداك 120 بهذا الشكل وانا شابره الفوق. فين ما جبرتها في هذا الخط اللي في الجانب غادي نعمل عليها واحد العلامه هي هذه. وغادي نجي بالمسطره ديالي وغادي عفوا المسطره المقوسه بهذا الشكل، وغادي نجي نيشان المنتصف ديال ديك 50 سنتيم ونهود بهذه الطريقه هذه. غادي نقطع هاد الزياده
عاد غادي نمشي باش نفصل الموديل ديالي سهل جدا البنات، ما فيهش تعقيدات. جربوه غادي يجيكم مزيون بزاف، وموديل اللي ما كايناش ما تقدرش تجبروا اي واحد لابسو. هذا هو الفضل ديال الخياطه علينا. صافي هنا غادي نفصل القطعه ديالي، وعاد غادي نحيد الامام من الخلف باش ندخل تغييرات ديال الامام على قطعه وحده من هاد الجوج. دائما ملي كنبغي ندخل التغييرات كندخلو مع ديك القطعه اللي كتكون عندي متراسيه باش كنعرف انا علاش كنخدم. غادي نجي للرقبه ديالي، هذا هو الاختلاف اللي كاينه بالنسبه لهذا البوركيني. كاين اختلاف واحد اللي هو الرقبه، غادي نزيد نفتحها، عندي جوج ديجا قطعناهم، وغادي نهود هنا باش نكمل 8 سنتيم كفتحه الرقبه. عملت غير 8 راسي غادي يدخل، علاش؟ لحقاش الثوب كيتيره. صافي غادي نقطع هاد القطعه هذه، وانا غادي نحصل على الامام والخلف، وغادي ندوز مور هادشي هذا ياك. باش ندخل واحد التغيير عندي في الامام ياك. في هذه القطعه هذه عندي واحد التغيير، عندي واحد الباندا هنا في الاسود بغيت ندخلها. بغيتو تخليو هذا الموديل هكذا خليوه، بغيتو تدخلوا داك القطعه غادي نجيو من الكتف هنا، وغادي نبقاو نهودوا بالعبر اللي بغينا نقطعوا، اللي بغينا يجي منا معوض بالثوب بالقماش اسود. لان حقاش هذه القطعه اللي غنقطع غادي نعوضها بالقماش اسود، غادي نقطعها من جوج الجهات. انا تنيت الثوب هنا على اثنين وقطعتها. غادي نجيب الثوب ديالي الاسود اولا اللون اللي بغيت نعوض به ديك القطع على حسب الثوب اللي عندكم، وعلى حسب الزواقه اللي فيه، وعلى حسب اللون اللي فيه. غادي نتني هذا الثوب ديالي هكذا. طبعا على اثنين غادي تخرج لي قطعه واحده، تنيتو على 4 غادي تخرج لي جوج القطع. صافي غادي نبقى نعوض الثوب ديالي هذه حتى نحصل على القطعه ديالي تكون تخرج لي، نخرج الاستنساخ ديالها لتحت. الاختلاف اللي كاين والحاجه اللي غادي نزيد هو انه الجهه اللي قطعت منها المقص في الثوب ديالي ياك، اللي باقي فيها داك التراسو ديال الطباشير، غادي نزيد من ديك الجهه 2 سنتيم. علاش؟ غادي نعوض سنتيم اللي غادي يمشي لي في الخياطه في البياسه، وسنتيم اللي غادي يمشي لي في هذه القطعه هذه. كنتمنى يا البنات يكون واضح. كما قلت لكم هنا غادي نعمل 2 سنتيم، سنتيم ديال الخياطه ديال القطعه السوداء، وسنتيم ديال الخياطه اللي مشى لي من هذاك الثوب اللي مزوق في البياسه ديالي. ومن الفوق طبعا من اي جهه غادي تخيط غادي نزيد. عفوا شوفوا البنات، انا واحد الغلط عملته هنا، زدت سنتيم هنا بلا ما تزيدوا سنتيم في هذه القطعه هذه. واضح؟ هنا بلا ما تزيدوا سنتيم، لحقاش اصلا حنا مني كنا كنفصلوا ديك القطعه راه زايدين فيها ديجا سنتيم ديال الخياطه، فانا هنا غلطت وزدت سنتيم حتى من الفوق. راه غادي نحيدو بيني وبين نفسي ملي غادي نتفكر. صافي غادي تزيدوا غير داك 2 سنتيم اللي كاينه في الاسفل اللي كنقطع دابا انا، تما اللي غادي تزيدوا 2 سنتيم فقط، غير البلاصه اللي داز عليها المقص في الثوب يعني في الامام ديالي. انا كنهضر بزاف البنات سمحوا لي، ولكن كنحاول المعلومه توصل صحيحه. المهم الا بغيتو نقلل من الهضره قولوها لي في لي كومونتير باش ما نبقاش نطول عليكم، انا كنعمل الجهد ديالي. وانتم الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير ونعاود نشرحها لخوتي، ماشي مشكل. صافي هنا حصلت على هذا القطاع اللي غيبقى دابا صالح هو ديك اللي في الاسود. دابا غادي نجي باش نشوف واحد العبار عندي هنا غادي ناخذو اللي هو العبار ديال الفتحه ديال الكم اللي عندي، اولا الفتحه ديال الدراع اولا المحيط الدراع اللي عندي في هذا الظهر هنايا اولا في الامام. غادي نعبر ديك العبار اللي جبرت، مثلا جبرت 25 غادي نحتفظ بها. هنا تنيت الثوب ديالي على 4، طبعا غادي نمشي على حسب الزواقه اللي خدمت في الثوب. الا كان عندي بالطول غادي نعملها بالطول، كانت عندي بالعرض نعملها بالعرض. ولا عندك الثوب كولور واحد ما فيه لا جباد لا والو، فاتينا كتكون اختياريه عندكم. هنا البنات انا غادي نحسب الطول اللي عندي، وهنا غادي نحط ديك العبار ديال الفتحه ديال الدراع اللي جبرت في البياسه ديالي. غادي نبقى هكذا كنعوض الثوب حتى نجبر ديك العبار اللي عندي مثلا 25 غنحطها هنا. صافي ديك العبار اللي جبرت هنا غادي نحطو، والطول راه انا ديجا حددته وعملت خط. صافي دابا العبار هذا الطول هذا شنو هو الطول ديال الكم العادي ديالنا ياك، كنقصوا منه تطيح ديال الكتف اللي عملنا واللي بقى كنعملوه الطول. هنا غادي نجي نهود ب4 سنتيم، وغادي نصل بين الراس ديال الكتف ديال الكم مع هذيك النقطه ديال 4 سنتيم. وهنا غادي نحدد شحال عملت في الاسفل، اللي عملت انا 16 سنتيم كفتحه، لحقاش بغيت لكم يجيني واسع شويه. عملت واحد العلامه وغادي نصل بين النقطه اللي هودت بها 3 سنتيم للاسفل ديال الكم. كما قلت لكم الطاوله ديال الكم البنات كتبقى الطول ديال الكم العادي اللي عندكم، كتنقصوا منه داك التطيح ديال الكتاف اللي عملنا، هذاك هو اللي كيكون الكم ديالنا. انا هنا نقصت من هذا الكم هذا تقريبا واحد 4 سنتيم من الاسفل باش غادي نعوضو بواحد الباندا في الاسود. صافي كنعوض ديك العبار اللي نقصت من الكم،
وكنزيد عليه واحد 2 حتى 3 سنتيم. صافي هنايا القطع ديالي كاملين هنايا مفصلين. دابا غادي ندوز باش نبدا نخيط اولا نمونطي في البياسه ديالي. اول حاجه غادي نشبر الامام وغادي نحاول انني نخيط معاه ديك القطع اللي انا عوضت بالاسود. دائما البنات علموا ديك البلاصه اللي غادي تلصق لكم مع الثوب، علموها بالطباشير هكذا باش تعرفوا هذيك هي اللي غدوز لكم عليها الخياطه. حطيت الوجه ديال القماش على الوجه ديال القطعه وغادي نشبر بلي بانكل بهذا الشكل، وغادي ندوز بسنتيم ديال الخياطه ديالي. هنا البنات غادي ندوز انا ماشي بالريكطه، ما غاديش نعمل الريكطه، غادي نعمل السورجي. السورجي كتخفي الناس اللي عندهم السورجي وتكون كتخفي اولا 5 فيل. علاش؟ لحقاش الثوب هذا كيتيرا، وإلا عملنا له الريكطه ملي كيبقى يتيرا كيبقى يطرطق الخياطه ديالو. كاين الريكلاج ديال ماكينه الريكطه يعني كنريقليوها على هذا الثوب، ولكن صراحه ما يمكنش انا نريقل الماكينه كامله ونجيب لها المعلم باش نريقل بياسه وحده. الا صافي انا دوزت انايا بكتخفيل، ولكن كيبقى بغيتي تينا دوزها بالريكطه ملي تكون كتخيط حاول بحال تجبد الثوب واحد شويه عندك وانتينا كدوز بالريكطه باش هكذا ما يتقطع لكش الثوب. صافي دابا هنايا عفوا ما تقطع لكش الخياطه. غادي نحط من بعد ما كملت غادي نحط الامام على الظهر وندوز بالخياطه ديالي على سنتيم حتى هي. كنقول لكم على سنتيم لحقاش انا مشيت على حسب السورجي. غادي ندوز على حسب الريكطه. دابا غادي ندوز السورجي ديالي. هنايا كنشبر بلي بانكل هكذا باش كتسهلوا عليكم، لحقاش الثوب كيتيرا صعيب انك دوزو بلا ما يطاندالك وبلا ما تضيع لك. يعني كيبقى يتغلب جهه على جهه، فملي كتشبروها بلي بانكل كتسهلوا على راسكم. كما كتلاحظوا انا كندوز مباشره بكتخفيل اللي كتكون فيها خياطه وفي نفس الوقت كتعمل سورجي. وحتى هاد الطريقه كاينه حتى بالنسبه ل 5 فيل، يعني ماكينه السورجي كتكون 5 د الخيوط. صافي هنايا من بعد ما لصقت الكتفين مع بعضياتهم غادي نجي باش نخدم الاكمام ديالي. طبعا الاكمام كنكونوا عملنا لهم الكرانه في الوسط، يعني ديك العلامه في الوسط، وكنجي الوسط ديال الكتف ديالي وكنبدا نخيط. دائما البنت كنبه لكم انه الخياطه اللي كتكون عندنا في البياسه كنردوها دائما للخلف ملي كنكونوا كنلصقوا لكم مع البياسه ديالنا. غادي نشبر بلي بانكل دائما وغادي نمشي ندوز كذلك هنايا بالسورجي. واللي عنده الريكطه راه يدوز بالريكطه كما كتلاحظوا معايا. حنا بنات قربنا نساليو دابا من بعد ما كملت كما كتشوفوا. غادي نجي باش نخدم الجوانب او لي كوتي هكذا. غادي نحاول انني الخياطه تيجيو بغير طباطياتهم ونهود هكذا عاوتاني بالسورجي ديالي حتى للاسفل ديال البياسه. صافي ملي غادي نكمل يعني الجوانب لي كوتي دائما الخياطات يكونوا متقابلين. غادي ندوز باش نخدموا الكول ديال الرقبه اولا الكول اوفيسي اولا الكول مونتي. هذا ماشي كول اوفيسي ولكن كول مونتي اولا كول سبور اللي كيجي بهذا الشكل. انا هنايا عندي عفوا ماشي الكول، هنا عندي لي بواني هما اللي غادي نخدم. اول حاجه البواني ديالي عملت في العرض ديالهم 18 سنتيم لحقاش الثوب كيتيرا، وغادي نعمل في العرض ديالهم كيبقى اختياري. بغيتي تعمل 5 سنتيم 6 سنتيم غير هو عمل بالحساب ديالك انه ديك العبار هذا كتنقصوا ملكم. هاد العبار اللي غادي تعمل في العرض ديال البواني كتنقصوا ملكم. غادي نجي كما كتلاحظوا الجهه اللي كتتيرا هي هذه، وانا غادي ندوز الخياطه ديالي من هنايا على جوج ديال لي بواني اللي عندي بهذا الشكل. من بعد ما دوزت الخياطات غادي نتنيهم هكذا على اثنان بحيث ديك الخياطه ما غاديش تبقى تبان لي. غادي ندخلها للداخل ما تبقى تبان لي الخياطه لا من برا ولا من الداخل ديال الكم.
هاد البواني غادي نحط لكم واحد الفيديو اللي كنت شرحت فيه هاد البواني مزيان، في فيديو اللي كنت خدمت فيه تشاندر اولا كيتما، كنت خدمتها معكم، خدمت فيه هاد البواني في اليد وكنت شرحت لكم مزيان كيفاش كناخذوا العبار ديالو وكيفاش كلشي. غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هنا كيكون الثوب كيتيرا باش كيساعدنا اننا نجمعوا به ديك الكم اللي عملنا. كما كتلاحظوا انا جبت الكم ديالي، قلبت على الظهر البياسه كامله، وجبت الخياطه اللي عندي في الكم هنا، عفوا في هاد البواني غنشبرها هكذا مع بعضياتهم لحقاش انا متنيتو رجع عندي على اثنان. غادي نشبرهم بلي بانجل صافي باش كيسهل عليا. دابا غنجيب ديك الخياطه غنشوف اللي مقابله لينا وغادي نعمل فيها واحد الكرانه هكذا باش كنعلم المنتصفات بجوج. يعني غادي نجيب انا هاد الخياطه اللي في البواني عند الخياطه اللي في الكم ديالي، وديك الخياطات عند بعضياتهم وكنشبرهم بلي بانجل، وكذلك ديك الكرانه كنشبرها مع المنتصف مع الجهه الاخرى حتى هي كتكون عندي معلمه بهذا الشكل بلي هذا بكرانه وكنشبرهم عند بعضياتهم. المهم البنات كنستسمح الا سمعتوا الصوت الولادي ولا شي حاجه، ولكن نتوما عارفين انا عندي التربيه والله الا كنعمل مجهود باش انني نعمل الخطر هيدا وهيدا. المهم البنات نتمنى الشرح ديالي يكون كيوصل لكم وتكونوا كتستافدوا، وبغيت غير رحمه الوالدين. وما تنسونيش من الكومونتير طبعا او لايك الا كان كيعجبكم المحتوى ديالي. هنا كما كتلاحظوا غادي نبقى نجبد البواني ديالي وانا كنلصق، علاش؟ باش كنحصل باش كيرجع لي ديك البواني قد اتساع لكم من الاسفل. دابا البنات غادي نجي باش البواني ديالي هما هادو نتوما كتشوفوا معايا كيفاش جاو مخدومين صراحه، كيجيو مزيونين كيجيو فينيين، الخدمه كتجي ما كتبانش الخياطه لا من داخل لا من برا. دابا غادي نجي باش نعمل معكم الكول ديالنا اللي انا غادي نحاول انني نعملوه سيسع شويش لحقاش ما بغيتش يجيني لاصق عليه على عنقي. واضح؟ هنا شنو كنعمل نفس العبر اللي عندي، غير هو انا كنقص منه 1 سنتيم على العبر اللي عندي في الدوره ديال الرقبه. واضح؟ وهنايا في العرض كتعملوا العرض اللي بغيتو. انا عملت مثلا 8 سنتيم، غادي تتنا على 2 غادي ترجع لي 4 سنتيم، هذا كيبقى اختياري. وهنا هذا هو النصف ديال المحيط ديال الرقبه، كنقص منه 1 سنتيم على العبر اللي عندي في الكم كما عفوا في الكل كما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نخيط ديك القطعه من الجوانب كما كتلاحظوا، وغادي نرجع نتنيها هكذا على 2. صافي البنات غنجيب كما كتلاحظوا معايا ديك الكول ديالي، غنجيب نعمل فيه 4 ديال الكرانات، كل منتصف فيه كرانه. دابا هاد الخياطه هادي عملتها في الكتف كرانه، والجهه اللي مقابله ليله حتى هي غتكون فيها كرانه، غادي نحطها مع الكتف. وكذلك المنتصفات الاخرين ديال النصف ديال الرقبه الخلف والنصف ديال الرقبه الامام حتى هما يكونوا فيهم كرانات هيدا، ونحطهم مع بعضياتهم باش هكذا ملي كنكون كنخيط ما كتجينيش جهه مكرشه وجهه مطلوقه، كيجيني الكل مخدوم نيشان على الرقبه ديالي. صافي غادي نشبر هكذا ونمشي ندوز كذلك بالسورجي وصافي، وغادي نرجعوا باش نكملوا الخدمه ديالنا. صافي البنات هنا كنكونوا عملنا البوانيه بهذا الشكل كيجي، التنيه في الاسفل اللي كنكون عملت السورجي وكندوز التنيه ديالي. هنا زدت البنات واحد الخويطات اللي غادي تشوفوهم في الاخر الفيديو كيفاش كيجيو في البياسه بحال اللي خدمنا الكسوه اللي فاتت. غادي تشوفوا معايا كيفاش كيتلبس والكول ديالي بهذا الشكل. المهم هذا هو الموديل، كنتمنى انه يعجبكم، راه كيتلبس بزاف ديال الطرق، يتلبس بهذه الطريقه هذه. كما يمكن لكم تخدموه بنفس الطريقه بالثوب ديال الريزيني، ديك الثوب اللي كيكون كيخرشش. فانا العام اللي فات عملتو هذاك، وهذا العام قلت نعمل هذا الثوب هذا. يمكن لك هاد الخيوط تخليهم مطلوقين، كما يمكن لك تربطوا من الامام، كما يمكن لك تربطهم في الجوانب بهذا الشكل هذا. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الحاجه اللي شفتوها ناقصه في الفيديو قولوا هذه، عاد تقولوا لي السبيدو والبوني غادي نعمل لكم، والسبيدو غادي نحط لكم فيديو ديالهم في صندوق الوصف. تبقاو لي على خير، تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.